السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبيت اتكلم معاكم عن السمك البلطي وعن فوائده كتير قوي اللي في ناس كتير ما تعرفهاش. ويا رب لو اول مرة تشوفي الفيديو ده ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. تنزلي على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بصوا السمك صاحي ازاي يا جماعة، بصوا بيلعب ازاي، بتفتح بقها وتقفله تاني بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده سمك البلطي فوائد كتير جدا هنتكلم فيها مع بعض. مفيد جدا للاطفال، مفيد للكبار، ومفيد لكبار السن جدا برضو. بيفيد في حاجات كتير جدا، امراض كتير. هناخد معلومة كده عن السمك البلطي. ممكن يكون في ناس كتير اول مرة تعرف المعلومات دي. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي عشان الفيديو يوصل لناس كتير وتستفيد بالمعلومات المفيدة عن سمك البلطي. اول حاجة عايزين نقولها ان سمك البلطي ده مش بيعيش اكتر من 9 سنين، يعني اخر مدة العمر بتاعه 9 سنين. تمام كده؟ طيب السمك البلطي ده يا حبايبي بياكل ايه؟ بياكل الطحالب والبكتيريا اللي بتعيش في المية، يعني بيتغذى على الطحالب والبكتيريا اللي بتعيش في المية. تمام؟ طيب الحاجة بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها اللي هي فوائد السمك البلطي. بيحتوي السمك البلطي على فيتامينات جدا مهمة لنمو الجسم بالنسبة للأطفال للكبار ولكبار السن. عشان بيحتوي على ايه يا حبايبي؟ بيحتوي على الفوسفور بكمية كبيرة جدا. برضو بيساعد على التخلص من الوزن الزائد لأنه مش بيحتوي على سعرات حرارية عالية. عشان كده الناس دكاترة بتوع التخسيس ده يقولك ايه؟ هاتي سمك بلطي مشوي، اشويه. ليه؟ لانه ما فيهوش دهون كتير. بيساعد على التخلص من الوزن الزائد. ما فيهوش دهون ضارة. تمام كده؟ وفي مواد فعالة في زيادة الحرق. عشان كده بتوع التخسيس دكاترة التخسيس بينصحونا دايما بتناول السمك المشوي البلطي. طيب حاجة تانية ان هو مفيد جدا للعظام، بيساعد على الحفاظ على كمان على الاسنان والاظافر عشان بيحتوي على كمية كويسة جدا من الكالسيوم بالنسبة للكبار والاطفال. برضو في نسبة كبيرة قوي من مضادات الاكسدة، عشان كده بيعمل على التخلص من الخلايا العياذ بالله بعيد عننا الخلايا السرطانية. تمام. برضو يعتبر البلطي حلو قوي جدا جدا للناس اللي عندها انيميا، لانه بيحتوي على كمية كويسة جدا من الحديد. فعشان كده بينصح ان هو يتناول منه برضو بكميات يا جماعة، بكميات معتدلة. الاسراف في اي حاجة طبعا بيقلب للضد، فاحنا نتناول منه بكميات برضو معتدلة. بيفيدنا في ايه تاني يا حبايب قلبي؟ بيفيدنا ان هو مفيد قوي لصحة الدماغ والجهاز العصبي. ليه؟ عشان بيحتوي على اوميجا 3 وبيحتوي على فيتامين ه، وده مفيد جدا برضو للمرأة الحامل. بيقول دايما الدكتور يقول لها حاولي ان انتي تاكلي اسماك كتير. ليه؟ عشان الاسماك الكتير دي فيها اوميجا 3، والاوميجا 3 دي بتساعد في نمو البيبي، وفيها فيتامين ه برضو في الكالسيوم، وده بيساعد على نمو الطفل في داخل بطن امه يعني. تمام. برضو بيساعد السمك البلطي مفيد قوي لصحة القلب. ليه يا حبايب قلبي؟ عشان مفيهوش كوليسترول كتير. بصوا السمكة بتعمل لكم باي باي ازاي، بتكلمكم بتقول لكم هاي. ما تنسوش اللايك لو وصلتوا معايا لهنا، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. سمكة تقول لكم اعملوا لايك حلوة كده. وما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة اللي اول مرة يشرفوني. وبشكر كل حبايب المطبخ مع لميا اللي موجودين معايا، واللي ان شاء الله هنكبر مع بعض ونحاول نقدم لكم كل حاجة مفيدة ليكوا ولصحتكوا ولصحة اطفالكوا وكل اللي انتوا عايزينه تحت امركوا. هنتظر منكم التعليقات عشان اشوف رايكم ايه في الفيديو ده، ويا رب اكون قدمت لكم حاجه مفيده. نكمل مع بعض حبايب قلبي. طيب بالنسبه للفوائد السمك البلطي بيحتوي على نسبه كبيره قوي من الزنك،
ودهيت مهمة جدا جدا للشعر والبشرة بصفة عامة. تمام كده يا حبايبي. يبقى تاني، فوائده كتير جدا. قلنا مفيد لصحة الدماغ والجهاز العصبي عشان فيه اوميجا 3. حلو جدا لزيادة الحرق، عشان كده بينصحوا بيه دكاترة التخسيس. قلنا ان هو مفيد جدا للعظام ولنمو العظام بالنسبة للأطفال وكبار السن. قلنا ايه تاني عنه؟ ما فيهوش دهون ضارة، عشان كده كويس قوي للمرضى اللي عندهم قلب وكده، مش مضر بالنسبة ليهم، وينصح بتناوله مشوي. السمك البلطي يا حبايب قلبي طبعا المقلي ليه اضرار. تمام كده. ليه؟ لان احنا لما بنيجي نقليه طبعا بنحرق يعني مش بنحرق الزيت، بنعلي طبعا النار على الزيت، فدرجة حرارة الزيت بتبقى عالية جدا. فلما بنيجي نقلي فيها السمك بيتشبع من الزيت، بيحتوي بايه، بيدخل له كوليسترول كتير. فاهمني؟ عشان كده الاطباء بينصحوا الناس اللي عندهم ضغط مرتفع وعندهم السكر، تمام كده، اللي عندهم الضغط المرتفع وعندهم السكر وعندهم القلب، ما ياكلوش السمك المقلي. يقولوا لهم ايه؟ لا، كلوا سمك ايه؟ سمك مشوي. تمام كده يا حبايبي، عشان بيحتوي على نسبة كبيرة قوي من الدهون ونسبة كبيرة قوي من الكوليسترول. تمام كده يا حبايب قلبي. يا رب يا رب اكون بقدم لكم حاجه كويسه وحاجه مفيده. برضو بيحتوي قلنا على نسبه كبيره قوي من مضادات الاكسده اللي بتعمل ايه، بتخلصنا من الخلايا اللي هي السرطانيه. وقلنا انه مفيد جدا في الانيميا، بيحتوي على نسبه كبيره قوي من الحديد. دي اهم الفوائد بالنسبه للسمك البلطي، حبيت اقدمها لكم، ويا رب اكون فدتكم بالفيديو ده يا حبايب قلبي. في ناس كتير بتجيب السمك البلطي بس ما بتعرفش ايه هي فوائده. تمام. وبصوا بقى السمك الجميل، بصوا بيتحرك ازاي. طبعا ولادي كانوا فرحانين بيه جدا جدا عشان هو لسه عايش وبيتحرك، وقعدوا كده يلعبوا معاه شويه في الميه، وزي ما انتوا شايفين كده منظره حلو قوي قوي و... و... وزي ما انتوا شايفين بيلعب اهو. بسم الله ما شاء الله. لو وصلتي معايا هنا يا حبيبتي، لو حسيتي ان انتي استفدتي من الفيديو بتاعي، ما تنسيش تعملي لي لايك. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من المطبخ مع لميا. انا حبيت افيدك بالمعلومات اللي انا عرفتها عن السمك البلطي، صراحه ما كنتش عارفه المعلومات دي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، بصي السمكه اهي، بصي بتتنفس ازاي يا حبايبي، بصي لسه صاحيه ازاي بتلعب. الحاجه التانية كنت عايزه اقولها لكم، لما تروحوا تشتروا سمك بلطي تعرفوا ان هو صابح ازاي. اول حاجه العينين بتكون فيها لمعه زي ما انتوا شايفين كده، العينين فيها لمعه. تاني حاجه اللحم بتاعها لما تيجي تمسكي السمكه ما بيبقاش اللحم بتاعها طري، بتبقى ناشفه. يعني لما تدوسي عليها كده تمسكيها كده تحسي ان هي ناشفه في ايدك، مش اللحم بتاعها طري كده. برضو الحاجة التانية ان الخياشيم بتاعتها بتكون لونها وردي او احمر. تمام. ما بتبقاش لونها ايه، يعني بيبقى لونها زاهي، ما بيبقاش لونها مطفي او لونها باهت. الحاجة كمان ان القشر بتاعها بتلاقيه ماسك على الجلد بتاعها، يعني مش بيتخلع بسهولة. بتلاقيه بصي فيه لمعة، وبتلاقيه ان هو ايه، لما بتيجي تعمليه عكسه كده، عكسه بتلاقيه جامد ومش بيطلع بسهولة. ويا رب اكون قدمت لكم محتوى كويس النهارده، يا رب اكون فدتكم بالمعلومات اللي انا ضفتها ليكم. ان شاء الله لو حابين تعرفوا معلومات عن اي حاجة تانية بخصوص المأكولات او بخصوص اي حاجة تخص المطبخ، هنتظر التعليقات بتاعتكم ان شاء الله. اي حاجة عايزينها سيبولي تعليق، وان شاء الله هنتواصل مع بعض ونتكلم عن المحتوى اللي انتوا عايزينه. بحب اشكر كل الناس اللي بتحضر معايا الفيديو كعرض اول، شكرا لكم جدا، شكرا لوجودكم. احب اشكر كل اسرة المطبخ مع لميا. ما تنسوش تشتركوا معانا في الجروب بتاعنا على الفيسبوك، المطبخ مع لميا، في معلومات جدا كويسة جدا عن المطبخ.
طبعا يا حبايبي عملنا لكم في وصفات قبل كده السمك المشوي ازاي تشويه من الالف للياء. عملنا معاكم السمك المقلي بكل حركاته وتتبيلته والرز الرز بتاعنا برضو بتاع رز الصيادية بتاع السمك. يا رب نكون قدمنا لكم كل حاجة حلوة، يا رب نكون بنقدم لكم كل حاجة مفيدة. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك في القناة. يا رب دايما نتواصل مع بعض، ويا رب دايما قناتنا تكبر وتبقى احسن قناة باذن الله بوجودكم وبدعمكم وبوجودكم معانا في القناة. اتمنى ان انتوا دايما تشجعونا باللايك وبالاشتراك وبالتعليقات الجميلة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لناس كتير. مع الف سلامة.